نرى هذا مقطع شركة. السلام عليكم ladies and gentlemen، أنا فهد سال. الفيديو اليوم راح يكون مختلف وشيق وراح يكون كله مشاركة الجمهور، وسألتهم سؤال بسيط جدا في حسابي في لاين لايف. إيش مواصفات شركة حياتي، مواصفات شركة حياتي، مواصفات شركة المتابع. لا يوجد شيء عندك إلا شركة الحياة. شركة أحلامك؟ اللي خلاني أفتح هذا الموضوع وأسأل الجمهور هذا السؤال لأنه مؤخرا في المجالس في فكرة إنه الشباب والبنات صارت طلباتهم غير منطقية. أيوة، أتت أموال. اصبروا نرى. راه عندنا موضوع واحد. بالله أرسل مقطع ديسكور يا جهاد. عندنا مقطعك ومقطع سالار، أرسلوها ديسكور. البنات صاروا يطلبوا مهور عاليه مثلا، والشباب صارت طلباتهم غير منطقيه، او حتى لما يوصف البنت وصفهم احيانا ما هو منطقي او ما هو موجود اصلا في الكره الارضيه، وهذا ممكن له دخل في التلفزيون، المجلات، بعض المواد اللي موجوده عبر الانترنت، فالناس تتفرج هذه الشغلات 24 ساعه، فطلباتهم تصير غير منطقيه، واحده شفايفها ما اعرف ايه، خصرها كذا، خلفيتها ما اعرف كيف، وطلبات غريبه جدا. فسالت الجمهور وفي نفس الوقت سالت محمد سال والشيء. أنا لا أمل من فهد سال، أنا حتى لو لا تعجبكم مقاطع فهد سال أنا أستمتع بها. أنا تعجبني مقاطعه يا أخي، إذا مللتم منه منقلعوا. ما اصبروا نتخلص من أي واحد مل من فهد سال ينقلع. ولي ضبورك غادر يا أخي، أنا أستمتع به. يعني نريد بان لأي واحد انتقد مقاطع فهد سال. أيوة، هذا ليس منا، هذا تزندق. اللي قال لي هو كان غريب جدا، فما اعرف اذا في ناس زي محمد ولا محمد لحاله في ذا الشيء. Ladies and gentlemen, let's get started. اللي راح يصير اليوم ما راح اتكلم، كله راح يكون استضافات الجمهور انتم، وكل واحد راح يتم استضافته راح يقول باختصار مواصفات شريكة حياته، والكلام هذا طبعا للشباب ما هذه الجودة. وللبنات. جاهزين ولا ما انتم جاهزين؟ وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلين ملاك. كريم طيب، يداوم صلاته، يراضي والدينه، يكون معاه فلوس. شكليا ايش تتمني في الرجال؟ يلا شريك حياتي ابغى ابيض زيي. عبير انطلق الان، المايك عندك. بدأتها بالعنصرية هي. بدأتها وهي تتعنصر. يعني يا فهد سال، لا تحلم بأن تكون شريك. ليس لأنني صعدت معك في بث وأتكلم معك يعني أن هناك احتمال أنني معجبة بك. قتلت أمله من أول لحظة. من أول لحظة تغير وجهه. اوكي، اول شيء يكون اسمر، اغمض مني. اوكي، انا سمراء وانا سمار بس اغمض مني. اوكي يا وأخيرا فرح. أتته واحدة سمراء قالت لا أسمر، وأخيرا نادت فيه الروح. بطول يكون حول 170 ل 175 زي كذا. وهي البنات تريدون نحن الرجال السبعينيين، وأنتم تقولون قصير. وهي البنات، ها هو الرجل السبعيني مطلوب، ها هو أبو 70 سنتي يريدونه، ها هو أبو. ونحن علينا طلب يا رجل، الحمد لله. حتى لو كان عنده كيسة أنا ما يهمني يكون ما عنده أهل بالمرة، لأنه كثير من صديقاتي يعانوا من أهل الزوج. اوكي، حنسمع من يكون ما عنده أهل، هذا ما تريده يتيم. هذا إذا بلي دار أيتام وابحثي عنه، كيف ما عنده أهل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يكون ما عنده أهل. والدهال أبغى بنية جسمه ما تكون صغيرة كبيرة، صوته يكون رجولي مثلا، تعرف يعني مو بشكله أهل. طيب، أحس كأنها تصفني. صوت أهبل وشكل أهبل، أحس هذه مشخصنة معي، لا أعرف لماذا. شكل أهبل وصوت. أيوة. مها انطلق، المايك عندك. أتمنى إنه يكون في بس نظارات، ما أعرف ليه. اوكي، الحمد لله، جيد. نحن أصحاب النظارات مطلوبين. جيد جيد جيد. ورأيتم الرجل متوسط طول وصاحب النظارات مطلوبين علينا طلب يا رجل. تتمني رجل اصلع. واو، اوكي، ذاتس انترستينج. اوكي، ابغى بقرا تعليقات الشباب. طلبات عاديه جدا. حلو. الله. اوكي ladies and gentlemen، ناخذ طلبات الرجال، وانا اعرف الرجال لما يطلبوا طلبات يبالغوا شويه. اهلا وسهلا، كيف حالك يا وحش؟ والله بخير. لازم تكون بنت عوائل. المواصفات الشكليه لازم تكون بنت عوائل، يعني تجلبها بنت حيوانات. كل البنات ابنات عائله، كيف بنت عوائل؟ يعني هل توجد بنات ينجبون في حديقه الحيوانات؟ الوجه والجمال مو مرة يهمني، كثر ما يهمني الطيبه والاخلاق. ممكن انا يهمني الوجه والجمال.
أنا لا نعتقد بجانب الطيبة والأخلاق. الوجه والجمال هو ما يؤهلك لكي نرى طيبتك وأخلاقك. إذا ليس عندك الوجه والجمال لن تدخلي معنا أساسا لكي نحقق في طيبتك وأخلاقك ونكذب. هذا صياد، هذا نوع من الرجال يكونون صيادين، يقول هذا الكلام للصيد. ممكن الشيء اللي يهمني انها بس الشيء الوحيد اللي يهمني ما تكون اطول مني، لان هذا شيء مره ينرفز. عاصم الميكروفون عندك، تفضل. الوجه ما ابغى ابيض زياده، عرفت الابيض ذاك اللي كانها الابيض ذاك اللي يقهر، ايوه ذاك اللي مره فاقع كذا. اوكي. نبي واحد كذا اسمراني، واحده اسمرانيه. كيف ابغى واحد كذا اسمراني؟ ايوا ترى يقال ان الحقيقة تكون في زلات اللسان. هدي معنا، ترى نلعب المباراة ناقصين. هدي علينا وهدي معنا. عرفت؟ تطلع يعني خالص. تبغاها تكون سمرة، اللي هو اللون البرونزي ذا اللي في النص. ايش كمان يا عاصم؟ ايوه هذا شوفه يعني. اضبطك انا. ايوه اوكي. اساكم. والله بخير يا وحش، الحمد لله تمام التمام. اول شيء لازم تكون بين ال 160 وال 65 بالنسبه للطول. اوكي. ويكون عندها عاده اللي هو النايس بادي يكون كامل، لانه ما تحتاج. ايش هو النايس بادي بالنسبه لك يا اساكم؟ هذا ارتاح اكثر من اللازم. هذا الطول والنايس بادي، وهذا هذا يعرف ما يريد، مركز على هدفه. هذا ايش هو بالضبط؟ نايس بادي يا صديقي يكون عندك شيء ذاك وشيء ذاك. كيفك يا فهد؟ والله وصريح الولد، يعرف ما يريد، لا ينافق. عادي الرجل عارف ما يريد، الشيء ذاك والشيء ذاك، ومن لا يريد الشيء ذاك والشيء ذاك، يعني مركز على أهدافه. خير يا وحش الحمد لله. تعال زول من الدرمان ما عليك. تفضل خلينا نسمع من عندك. عايزين تكون شوي قصيره كذا. الكل غبش وجهه إلا أخونا هذا المسكين. الكل عمل ضباب على وجهه. لما هذا الأخ أظهرت وجهه الآن؟ ما عايزين من الناس النفسيات، ما تكون بيضة شديد ولا تكون سمرة شديد، يعني اللون برونزي كذا. اوكي. بالنسبة للجسم عايزين يعني من فوق وسط كذا، من تحت كمان مشي الحال يعني مشي الحال، اشياء تكون مقبولة، ما تكون يعني قاري جينر ولا كرداشة، يعني اشياء مشي الحال مقبولة، يعني ما عليك. هذا الرجل يريد أي شيء، يعني هذا قابل بأي شيء. أي شيء أعطيته يعني. My African brother يبغاها متعافية. I know what you're talking about. يموتون بقدر الحافظ. الله يرزق كل واحد. قولوا امين. امين. الله يرزق الجميع ان شاء الله. ايش مواصفات شريكة احلامك؟ مواصفات شريكة أحلامي جسديا. معليش ما أقدر أصرح فيها، أخاف تطلع من جد زي كذا، تعرف مواصفات زوجتي الوسخ. جسديا لا صدق تكون فت، يعني تروح الجيم ضروري جدا. شايف الترهلات اللي تحت الفخذ؟ صدق والله ما امزح. وارتاح زيادة عن اللزوم. هذا دخلت ترهلات تحت الفخذ. ايوه ايش هذا؟ الترهلات هذه اللي تيجي كذا، اي هذه أكره أمها. سيلي رايت. هذه مستحيل ارتبط واحدة فيها هذه، لأنها بالنسبة لي إنه لا خلاص. اوكي. وش كمان؟ لون بشرتها، شعرها. اوكي بيضة بس مو بيضة مرة، يعني بيضة. اوكي. يعني بحب السمر عموما، لكن مو هو الشخص اللي ارتبط فيه يكون اسمر. لا برو يو ار اسمر صديقي. look at yourself bro. look at yourself bro. لا حول ولا قوة إلا بالله. اوكي. اطول اقصر منك؟ كفي انا اقصر مني بس مو اقصر يعني مو 150، 165، 167 الى 173. تمام. اوكي. اي شعرها اسود. اوكي. هذه طويلة يا رجل خذ راحتك يا سالاري. دعس عليهم يا سالاري، يحق لك ما لا يحق لغيرك. ايوه والله صفت يعني معقولة يعني ما. يا ايش في كمان؟ اكيد عندها مواهب زي في نور امين يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع شيء في العائلة، طلع شيء متوارث في العائلة. يعني طلعت المشكلة ليست في فهد وحده، طلعت المشكلة الأعياد عندهم. أيوة سمعتم
يا ايش في كمان؟ اكيد عندها مواهب. زي في نوع يمين يعني. اسمع، في شيء يعني، شوف انا مؤمن انه كل واحد في الحياه عنده شيء ويرد يشوفه في الشخص الثاني لازم يكون موجود. حلو. يعني في ناس يقول لك الابتسامه، في ناس يقول لك مثلا الاسنان. إيه. اوكي، انا بالنسبه لي البنت اللي برتبط فيها، شايف الركب النمله اللي هنا اللي تصير سوداء إيه. سمره شوي، إيه. هذه اكرهها امها. هذا حتى التفاصيل مدقق فيها. من يدقق في هذا؟ من يدقق في هذا بالله عليكم؟ من يدقق في هذا؟ من يدقق في فاكين؟ انا اول مره ارى واحد يدقق في هذا. وات ذا هيل؟ ايوه، نعرف ناس تدقق هنا، تدقق في يعني انتم تعرفون اين. هذا اللي في اليد اللي في اليد هذه اللي اذا كذا سويت كذا تطلع من جدك انت؟ جدا تقرفني صراحه. ايه لا طلباتك صعبه يا اخوي. ما هو صعبه، لا في كثير يديهم اهلا الزعيم التميمي. جميله. انا اليد تكون جميله، هذا اهم شيء في الحياه. انا اشوف يد يوشيكاغي كيرا، هذا يوشيكاغي كيرا لا يعمل معي. بالله ضع الاسم، اكتب لنا الاسم في الشات. البنت قبل اشوف وجهها، تدري ورب الكعبه اني ما امزح معك الحين. عندي اليد انها تكون جميله والرجل تكون جميله، يعني ما ينفع واحده اصبعها وليست فوت فيتش فقط، فوت فيتش وفيت فيتش. الثاني اللي جنب الكبير طويل. ايش فيه؟ وين رايح؟ انا متاكد انه في شيء وير انت تحبه في الشخص المقابل. شيء بدي الغرابه؟ لا طبعا. لا مو شرط غرابه، يعني مثلا ابتسامتها لازم تكون حلوه، ولا اذا مو حلوه انا ما ارتبط فيها. كل شخص عنده شيء هذا ترى. ايوه، انا لو سنها مره معدوم. في شيء اكيد ضروري، يعني اول شيء تشوفه في البنت هذا لازم يكون موجود. اذا انا مو شيء آه. النظافه، اي ريحه يطلع منها. والله طلعت انا معقول في طلباتي، طلعت معقول انا. يعني انا هذه التفاصيل لا ادقق فيها. تكون جميله فقط، جميله من 7 إلى 8/10، وطيبه ولطيفه وممتعه ومضحكه، وليست قصيره يعني، فقط.